السلام عليكم اعزائي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه شادية شانيل، ودائما مع مملحات رمضان. اليوم جبت لكم فيديو جديد اقتراح. اليوم غادي نحضر معكم ان شاء الله هاد ميني كيش عجينه اللي كتجي رائعه بزاف، كتجي لذيذه وسهله دغيا غتحضروها بدون زبده، وكتجي رائعه. فنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وبالتعاليق الزوينه اللي ديما كتحفزني وكتخليني نستمر في هذا المحتوى. وبارطاجيو القناه مع الحباب مع الاصدقاء لتعم الفائده، وكذلك فعلوا الجرس باش فيما حطيت الجديد يوصلكم اكيد. يلا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. غادي نحضر معكم هاد العجينه اللي كتجي رائعه وكتجي ساهله وما فيهاش الزبده. كما كتشوفوا غادي نحتاج واحد الاناء، وضعت فيه كاس ديال زيت نباتيه ديال العنبه. كما كتشوفوا راني ضفت على الزيت كاس ديال الماء دافي. غير ما درتش في هاد اللقطه، ولكن المقادير انا حاطاها لكم هنايا في الفيديو باش كلشي ان شاء الله يشوف المقادير. ضفت هنايا كاس ديال الحليب، معلقه صغيره ديال الموطارد، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ما تكونش عامره ديال الثومه بودره، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال الفلفل الحار بودره. بالنسبه للتنسيمات داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب الرغبه. ممكن ديروا العطريه ديال الحوت، ديروا شويه البزار. هنا كما كتشوفوا راني خلطت هذاك الخليط هو الاول. غادي نسجموا ليا دوك العناصر، من بعد كنضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق عيني ميزاني، ما ديروهاش نتوما قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه عاوتاني، يعني بين وبين. وكما كتشوفوا انا راه كنضيف الدقيق وما كندلكهاش، حيت هاد العجينه السر ديالها اولا سر النجاح ديالها باش تجيكم هشيشه وتجيكم رائعه بزاف. ما تدلكوهاش اخوتي. هذه هي الطريقه اللي غديروا. نتوما كتضيفوا الدقيق بشويه بشويه، وكتحاولوا تدخلوا هذاك الدقيق في العجينه. بالنسبه للدقيق انا استعملت النوع الممتاز، يعني كاع الحلويات اولا المملحات كيبغيو الدقيق يكون من النوع الجيد باش تصدق لكم الوصفه. صافي هنا كما كتشوفوا اخوتي راني حبست من الدقيق. دابا غادي نحاول نعجن انا هاد العجينه وندخل داك الدقيق باش ما يبقاش باين ليا بهاد الطريقه هادي وبلا ما ندلكها. بهاد الطريقه هادي كما كتشوفوا كندخل الدقيق وفي نفس الوقت ما كندلكهاش. انا غادي ناخذ انا هاد العجينه ونديرها في البلاستيكه. غادي نخليها تقريبا واحد 30 دقيقه. في حالة الا كنتو مزروبين عليها خليوها غير واحد 15 دقيقه باش ملي كتبغيو تدلكوها كتجيكم ساهله ودغيا كتطلق معاكم. عجينه رائعه بزاف صراحه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. انا متاكده غادي تعجبكم حيت اقتصاديه ما فيهاش الزبده. كما كتعرفوا هاد لي كيش ملي كيتخدموا بالزبده صراحه دغيا كيقهموا. انا ديما كنعجنهم غير بالزيت، اولا ممكن تعوضوا زيت نباتيه بزيت الزيتون. هنا كما كتشوفوا بالنسبه للعجينه راني قسمتها على جوج وصافي. غادي نحاول ندلكها بهاد الطريقه هادي. وانا كنرش الدقيق، ضروري ترشوا الدقيق باش العجينه ما تكونش لاصقه فوق سطح العمل. كما كتشوفوا هنا كما كتشوفوا راني غادي نسيي هاد المولات اولا هاد الكاباغي باش كنقطع. هذه الصراحه جاتني صغيره، غادي نعاود نقطع بهذه وغنعبر. يعني هذه الثانيه هي اللي جات. ممكن نتوما تقطعوا بالزلافه في حالة الا ما عندكمش هاد القطاعات. في حالة الا عندكم المول صغير، هذه هي الطريقه اللي غديروا اخوتي. شفتوا بالنسبه لهاد المولات راني دهنتهم غير بالزيت. كنشد ديك الدائره ديال العجينه اللي قطعت معكم، كنحاول نعاود ليها بالدلاك غير واحد شويه صافي، وكنلبسها في هاد المول بهاد الطريقه هادي. ممكن ديروا الموس
وتحيدوا هاد الجوانب اولا هاد البقايا ديال العجينة، اولا ممكن ديروا طريقة اخرى. انا غادي نوريكم ان شاء الله، غادي نوريكم جوج طرق. ممكن ديروا الموس اولا ممكن تستغلوا غير يديكم، ماشي ضروري ديروا الموس. يعني الطريقة الثانية هي اللي كتعجبني انا وكتجيني ساهلة. الطريقة ديال الموس شوية كتعطلني. المهم انا غادي نوريكم ان شاء الله وتعرفوني علاش كنهضر. هنا كما كتشوفوا بالنسبه لهاد الدائره ديال العجينه كنعاود ليها شويه بالدلاك، غير واحد شويه، ما تكونش رقيقه بزاف عاوتاني باش ما يتهرسوش لكم هاد ميني كيش. ها نتوما شفتوا، كنحاول نلبس هذيك العجينه هاد القوالب اللي عندي، وكنثبت مزيان العجينه على هاد القالب باش ياخذ ليا الشكل ديالو، ومباشره كنقطع الجوانب بالموس كما كتشوفوا بهاد الطريقه هذه. اسهل ما يكون، عجينة ساهلة، طريقة ساهلة، وفي الأخير كتجي نتيجة رائعة بزاف. صراحة أنا هاد العجينة كتعجبني حيت كتجيني ساهلة وعملية ودغيا كنحضرها. إلا عندكم الوقت الكافي حضروهم بواحد الكمية كبيرة، وضعوهم في البلاستيكة أولا العلب ديال البلاستيك، مباشرة دخلوهم المجمد، يعني ما كيوقع ليهم حتى شي حاجة. من شهر حتى لشهرين ما يوقع ليهم حتى حاجة. هكا كتربحوا الوقت وما كتبقاوش نهار كله نتوما واقفين في الكوزينه. لا صلاة صليتوها في الوقت، لا قرآن قريتوه في الوقت. اللهم الواحد ينظم الوقت ديالو بهاد الطرق اللي ولينا كنديرو دابا، يعني تحضيرات قبل ان شاء الله رمضان. نتمنى ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والسلامة وراحة البال والعبادة والتقوى ان شاء الله يا ربي. هادشي اللي كنتمناو. المهم انا كنحاول نوريكم الطريقة باش كنلبس انا هاد المول، يعني اسهل ما يكون. غادي نبقى غادا حتى نكمل معكم هاد الكمية كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. يعني هاد العجينة د الكيش كتخرج ليا واحد العدد اللي كبير، اللهم لك الحمد. هاد القياس هذا ويعني اقتصادية ماشي مكلفة، كما شفتوا المقادير اسهل ما يكون. اي واحد يقدر زعما يحضر هاد العجينة. انا كما كتشوفوا ديك البقايا ديال العجينة انا ما كنرميهاش، كنجمعها مع ديك البقايا اللي كتشوفوا معايا دابا، وكنوضعهم في واحد البلاستيكة بلا ما نعجنهم صافي، ونخليهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى كتطلق على خاطرها، وكتساعدني باش غادي ندلكها. هي هذه اللي كنوريكم دابا، هذه راها معاوده. هذيك العجينه المعاوده خوتي ما تحاولوش ديروا الدقيق بصفه نهائيه. كما كتشوفوا شفتوا انا ما وضعتش الدقيق كاع. امتى غندير الدقيق؟ حتى نبدا نشكلهم. هانتوما شوفوا معايا دابا غادي نحاول نقطع العجينه. شوفوا العجينه ما عوجت ليا ما حتى شي حاجه، حيت خليتها ترتاح وكنرش رشيشه خفيفه ديال الدقيق كما كتشوفوا، وكندلك دليكه غير خفيفه، ما يكونوش رقاق بزاف. كنحاول ناكد على هاد المعلومه، يعني حتى كنبغي نشكلهم عاد كنضيف الدقيق، حيت هادي دابا راها معاوده، يعني راه نشف هذاك الدقيق صافي. هذه هي الطريقه خوتي اللي كندير انا باش كيبقاو ليا هاد لي كيش يعني قابطين الفورمه ديالهم وما كيهبطوش. كنقطع دوك الجوانب وكندير واحد الضغطه بصبعي في الاسفل ديال الكيش كما كتشوفوا، وكنبقى غاده بهذيك الطريقه حتى كنكمل ديك الدائره. وكنحاول دوك الجوانب نثبتهم بصبعي واحد شويه باش ما كينزلوش ليا. شفتوا هذه هي الطريقه، كتضغطوا واحد الضغطه خفيفه، من بعد كنثبت هذوك الجوانب بهذه الطريقه. هذه طريقه راه ساهله، وكنمسح هاد المولات من الدقيق من التحت باش ما يبقاوش عامرين ليا بالدقيق. غادي نبقى غادا حتى نكمل هاد الكميه. هذه هي الطريقه الثانيه اللي قلت لكم اخوتي، ماشي ضروري ديروا الموس باش تحيدوا دوك الجوانب. انا كنحيدهم غير بالكف ديال يديا. شفتوا طريقه ساهله، وهاد الطريقه هذه
دغيا كنسربي فيهم. صافي غادي نحاول نكمّل هاد العدد هذا، وآخر المرحلة كيما كتشوفوا غادي ناخد واحد الفورشيط، غادي نبقى غادا ندوز ليهم الفورشيط كاملين كيما كتشوفوا، كندير 4 ديال التقيبات في الجوانب شتو، و2 الوسط. ما تحاولوش تقبوا هاد العجينة بزاف باش ملي كتعمروها بالعمارة ما تبقاش تسيل ليكم. شفتوا بهاد الطريقة هادي غادي نكمل هاد الكمية كاملة، وهذه هي الطريقة اللي كندير أنا. كناخد الكويغطات كنديرهم فوق المول كما كتشوفوا. وبالنسبة للقطاني يعني أي حاجة بغيتو تعمروا بهم، ممكن اللوبيا، الفول، العدس، الحمص. أنا صراحة هاد الحمص هذا مخليه غير اللي كيش تقريبا راه شي عامين هو عندي ما خسر من حتى شي حاجة. ملي كنسالي منه كنديرو في ديك القريعة، يعني أنا ما كنضيعوش. هاد الطريقة هادي كتخلي ليكم لي كيش واخدين واحد الفورمة اللي رائعة وزوينة الصراحة. أولا ممكن ديروا هاد الحمص أولا هاد القطاني مباشرة على العجينة، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن هاد الطريقة هادي صراحة كتجيني ساهلة وعملية، يعني كنحيد الحمص بسهولة. كناخد هاديك الكويغطة كما كتشوفوا صافي، وكنبقى نسوس داك الحمص في القريعة حتى نكمل الكمية كاملة. نتوما غتشوفوا في الفيديو كما كتشوفوا من بعد فاش دخلتهم الفران. درت ليهم أنا غير نص طيبة، النتيجة رائعة صراحة. ما كيكونوش محمرين بزاف حيت حنا مازال غادي نعاودو ليهم مرة تانية بحشوة. وهذه هي الطريقة. بالنسبة للمولات أنا راه دهنهم بالزيت، يعني دغيا كيتحيدوا ليا بسهولة. صافي غادي نطيب هاد الكمية كاملة، ومازال صراحة عندي العجينة في الثلاجة حيت أنا مكملتهاش بزاف، حسيت شوية بالعيا وهذا. صافي قلت ماشي مشكل حتى لغد لي إن شاء الله، نهار الأربعاء حيت غادي نصوم إن شاء الله يا ربي. وقلت غادي نكملهم في التشكال، ديك الساعة غادي نعمرهم إن شاء الله ونصور لكم فيديو بوحدو إن شاء الله يا ربي. هادو هما لي كيش اللي حضرت معكم بطريقة ساهلة بكمية كتيرة. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. صراحة كيبقاو قابطين الشكل ديالهم ما كيهبطوا ما حتى شي حاجة. المهم هذه هي الطريقة ديالي انا كيفاش كنحتفظ بهم في المجمد. طريقة ساهلة. كناخد تقريبا واحد 10 الحبات ولا 20 على حساب. صراحة هما ما كيلصقوش. كناخد هاد البلاستيكات هادو اللي عندي دابا حاليا. صافي ملي كنكمل هاد الكمية كاملة في البلاستيكة مباشرة كندخلهم المجمد. صافي الوقت اللي نحتاجهم كنخرجهم مباشرة جامدين، نعمرهم وندخلهم الفران. نقول لكم مع السلامة.